لا تبخلوا علينا بالاشتراك ولايك للفيديو لتشجيعنا. أدى إعلان الجيش الباكستاني إسقاط 5 مقاتلات هندية، 3 منها من نوع رافال، إلى نقاش عالمي متجدد كيقارن بين القوى الغربية والصينية على المستوى الجوي. وكتستمر الحرب بين البلدين في ظروف غامضة، لكن العالم استيقظ على وقع تأكيدات أمريكية وفرنسية وفق كل من وكالة رويترز وشبكة CNN كتهم سقوط مقاتلات من طراز رافال الهندية ذات الصناعة الفرنسية على يد المقاتلات الصينية في حوزة باكستان. وكترجح المصادر ذات أن المقاتلات الباكستانية من طراز G10 الصيني استخدمت صواريخ جوجو لإسقاط النظيرة ديالها من رافال الهندية. وفي فرنسا توسع النقاش من جديد حول المؤهلات ديال هذه المقاتلة في الحديث المنتظر أنه يأثر على سمعة الشركة المصنعة داسو اللي واجهت صعوبات في صفقات البيع مع عدة دول اللي منها المغرب. وقالت صحيفة لوموند أن الحرب بينات الضعف ديال القدرات الجوية للهند، محذرة من أن هناك تقارير متناقضة من كلا طرفي الحرب وكيستحيل التأكد من الصحة ديالها. ورفضت شبكة TV1 الفرنسية في تقرير لها سقوط 3 مقاتلات من رافال، ولكن فقط وحدة اللي طاحت. وكيشوف عبد الرحمن المكاوي خبير عسكري أن سقوط هذه الطائرات كيترجح أنه يكون السبب مشاكل في التركيب من قبل الهند وماشي الطائرات الفرنسية الأصلية. وأضاف مكاوي أن الهند فاش طلبات المقاتلات الفرنسية شددت على تركيب الهندسة التكنولوجية عندها محليا اللي يمكنها من الحصول عليها بثمن رخيص، مشيرا إلى أن مشكل السعر هو ما كتعرف به رافال وما جعل المغرب أنه يركز على F-16. وتابع الخبر على أنه كاين هناك صعوبة المقارنة بين الرافال الأصلية وهذيك اللي مركبة في الهند بالنظر إلى تفاوت الأداء التكنولوجي، مشير إلى أن في صفقات الطائرات المقاتلة كيكون سعر التكنولوجيا أكبر بالضعف من الهيكل وبالنظر إلى كونها حاسمة في تحقيق الأداء في الجو. ووضح المكاوي إلى أن الهند ضربت باكستان بقوة بالمدفعية وخلفت خسائر لها، وعلى المستوى الجوي بان تفوق لصالح باكستان، معتبرا أنه في انتظار الوساطة الدولية بأنه اللي كيملك السماء كيملك الأرض. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.